أود قبل أن أجيب عن السؤال أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتهنئة إلى جميع الصحفيين وخصوصا الذين رافقونا طوال هذه الفترة، لأن الأمر لم يكن سهلا، فقد شهدنا الكثير من التنقلات والسفر، ولقد فتحنا لكم الباب في العديد من الحصص التدريبية وكنتم حاضرين معنا باستمرار، ومن الواضح أنكم لم تحظوا بعطلة وقد لاحظنا ذلك، لذلك أريد أن أعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لما بذلتموه من جهد. أما فيما يخص هذه البطولة فإننا راضون عن مجمل الأداء والمستوى الذي قدمه الفريق، وكما ذكرت سابقا كان هدفنا الأساسي هو بث روح جديدة في هذا المنتخب، وأن نعبر عن هويتنا الكروية المغربية، وأن نكون أكثر وفاء لأسلوبنا ولشخصيتنا داخل الملعب. كنا نرغب في فرض أسلوبنا والسيطرة على المباريات، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك خلال معظم اللقاءات، حتى وإن مررنا في بعض اللحظات بفترات تراجع فيها مستوى السيطرة، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، وأعتقد أن الجماهير احتفلت بعد كل مباراة لأننا أدخلنا الفرح إلى قلوبها. فقد خضنا 6 مباريات فزنا في 5 منها، وقدمنا مستوى جعل الجميع يفخر بهذا المنتخب. أما بخصوص المباراة الأخيرة فأعتقد أننا لم نبلغ بعد مرحلة التقييم الهادئ. يمكننا اليوم إجراء تقييم أولي، أما التقييم الحقيقي فسيكون بعد أيام، لأن تحليل المباراة لا يقتصر على النتيجة أو الخطة التكتيكية، بل يشمل كيفية التحضير لها وجميع التفاصيل التي سبقتها. وأؤكد أنني كنت سأجري هذا التقييم حتى لو كنا قد تأهلنا على حساب فرنسا إلى نصف النهائي. لم نغير خطة اللعب أبدا، فقد اعتمدنا الأسلوب نفسه الذي لعبنا به أمام البرازيل وهولندا، وكانت نوايانا هي ذاتها. وأنا لا أطلب من فريقي أبدا التراجع للدفاع، بل ندافع عندما يفرض المنافس ذلك، ونضغط عاليا عندما تسمح ظروف المباراة. صحيح أننا أدخلنا بعض التغييرات على مستوى الأسماء، مثل إشراك طالبي ومنح بلال الخنوس دورا أكثر ميلا إلى العمق، لكن النظام التكتيكي لم يتغير. ربما افتقدنا في بعض اللحظات إلى مزيد من الشخصية لنفرض أسلوبنا ونحتفظ بالكرة لفترات أطول في نصف ملعب المنافس، وهذا هو الأمر الوحيد الذي ندمنا عليه بعد النقاش مع اللاعبين. أما من حيث الرغبة والقتالية فلم أشعر ولو لحظة واحدة بأن اللاعبين افتقدوا الرغبة في الفوز أو الاستمرار في القتال، لذلك أوجه لهم الشكر والتهنئة على كل ما قدموه وكل ما بذلوه أمام فرنسا، حتى وإن لم نحقق النتيجة التي كنا نطمح إليها. وأنا أتحمل كامل المسؤولية لأنني المدرب، ومن اليوم بدأت أفكر في الاستحقاقات المقبلة.